نسافر ومعنا تسافرون إلى أجمل وأروع لوحات الطبيعة على وجه الأرض، حيث المكان والإنسان يعيش في أحضان تلك المملكة الربانية التي حباها الله بهذا المكان، صحراء وخضرة ومياه نيل بلونها الأزرق ورمال بلون الذهب. النظرة هنا غذاء لكل من جاء ولكل من ذهب. لقد قدس المصريون القدماء نهر النيل وأسموا فيضانه بالإله حابي لأنه أساس وجودهم، منه استمدوا التنظيم في كل حياتهم، وتعلموا حساب الأيام والسنين، وقسموا فصول السنة، كما ساهم النهر في بناء طرائق تفكيرهم وتكيفهم مع محيطهم والبحث عن الحلول في درء خطر فيضانه العظيم. كل شيء هنا جميل، المكان والإنسان، الطباع والثقافة، التراث والتاريخ، كل ذلك جسد حضارة تؤكد عبقرية من عاش ومن شيد. كل هذه الآثار على ضفاف النهر لتبقى وتعيش لتقول لكل الدنيا: نحن أبناء التاريخ. على الجانب الآخر نجد في المعجم أن كلمة نوب تعني جيلا من الناس يعيش في بلاد تسمى باسمهم، بينما أطلق على أسوان بشكل عام في العصر البطلمي اسم سين، وسماها النوبيون يباسوان بمعنى كنز كبير أو مقبرة لملوك النوبة الذين عاشوا فيها لآلاف السنين. لقد عرفت النوبة قديما ببلاد الكنوز لما تحويه أرضها من مناجم ذهب وألماس ومعادن متعددة، والتي عرفت بمناجم نوبيرية، ومن هنا اشتق الاسم
لفظ نوب الذي يعني باللغة المصرية القديمة الهيروغليفية الذهب. جزيرة إليفانتين النوبيين اللي فيها اسمهم كنوز، يعني فرقة من فرق النوبة أو طائفة من طوائف النوبة اللي هم الكنوز. طبعا أنا مرشد سياحي بس عملت متحف هنا عشان أحافظ على التراث النوبي. ثم وجدنا في الآونة الأخيرة إنه اللغة النوبية بتنقرض يعني، فعملنا أنا ومراتي برنامج لتعليم اللغة النوبية للأطفال للنوبيين يعني للنوبيين. فاتخذنا وسيلتين، هي اتخذت وسيلة الوسيلة التقليدية اللي هي تعلم الحروف في الأول وإزاي تكتب بعد كده كلمة من حرفين، تود بورو كده كلام زي ده، وبعد كده من 3 حروف، وهكذا الطريقة التقليدية لتعليم. أنا اتخذت منهج آخر وهو تعليم اللغة النوبية من خلال الأغنية، مش بس الأغنية والحدوتة والمثل، الحاجات دي اللي هي مصادر اللغة. وجدت ان الاولاد بتوعنا بيعرفوا يتكلموا، بيغنوا اللي حافظين الاغاني، بيغنوا مع المطرب وحافظين الاغاني لكن مش فاهمين معانيها. فبدات اشرح هذه الاغاني، يعني اقول له انت الاغنيه بتسمعها انت مش بتغنيها ومبسوط معاها، طب افهم معناها. ومن خلال انه يفهم معنى الاغنيه هيبتدي يتعلم يعرفوا 3 4 من كل اغنيه، يعرف له 3 4 كلمات نوبي لغايه ما شويه شويه هيتعلم النوبة. فعملنا الطريقتين دول واشتغلنا عليهم. اللغة النوبية بقى احنا في الأول لابد أن نعترف بأنه أن اللغة النوبية هي قدم لغة الفراعنة، يعني قدم اللغة المصرية القديمة، يعني هي نفس القدم بتاعها، ولكن يعني اللغة النوبية كتب لها البقاء. يعني هي اللغة النوبية هي الوحيدة من أقدم العصور اللي هي ما زال في ناس بتتكلمها دلوقتي. ما حدش بيتكلم لغة مصرية قديمة خالص ولا أي، لكن اللغة النوبية بقيت لأسباب، لأنه أولا منطقة النوبة كانت منطقة، احنا في أقصى الجنوب، هذه المنطقة منطقة شلالات، فيها صعوبة في إن الغريب يدخلها. فبالتالي بنجد بنجد إن في شلالات وصحراء من هنا صخرية وصحراء من الناحية الثانية الغربية رملية، ففي صعوبة. فأصبح المجتمع النوبي معزول في منطقة لوحده. ده اللي خلى النوبيين يحافظوا على اللغة بتاعتهم جيلا عن جيل. بالنسبة لكتابة اللغة النوبية، يعني أنا لو استعرضت تاريخ كتابة اللغة النوبية هنجد إن النوبيين في البداية كانوا بيكتبوا بالهيروغليفي. يعني في عصر الفراعنة ما كانش لينا كتابة،
فكانوا يكتبوا بايه؟ بالهيروغليفي. ليه؟ لانه النوبيين كانوا بيعبدوا الآلهة المصرية، اللي هو الإله آمون رع والإله إيزيس، يعني عبدوا الآلهة المصرية. فبالتالي دائما الذي يجعل الإنسان يحرص على تعلم كتابة هو أن يقرأ النصوص المقدسة. فبالتالي هو عشان يقرأ النصوص المقدسة يضطر يستخدم إيه؟ يستخدم الكتابة اللي هي الفرعوني، اللي هي الهيروغليف. هيروغليف يعني معناها النقش المقدس أو الكتابة التي تستخدم في الأغراض الدينية زي في المعابد أو على أوراق البردي أو ما إلى ذلك. فكان بيكتب بالهيروغليف، فضل يكتب بالهيروغليفي لغاية ما ملوك النوبة اللي حكموا مصر والنوبة في الأسرة 25 حتى بدأوا يعملوا تطوير للغة الهيروغليفي ده، وشاركوا في تطوير من اللغة الهيروغليفي إلى الديموطيق. هنيجي بعد كده من القرن الثالث قبل الميلاد هيتوصل النوبيين في العصر المروي، هيتوصل النوبيين إلى كتابة خاصة بهم اسمها الكتابة المروية. الكتابة المروية دي هتستمر 6 قرون يكتبوا بكتابة مروية خاصة، ولغاية دلوقتي اللي هيروح معبد كلبش هيلاقي نص كبير مكتوب بالمروية، وفي نصوص كتيرة وجدت مكتوب باللغة المروية. كانت صفحتك أيها النهر العظيم، أيها النهر الخالد، كانت صفحتك مسرحا للحضارات المختلفة، وأصبح في واديك ما يقرب من 90% من آثار مصر القديمة، والتي تبلغ في مجموعها ثلثي آثار العالم. أنت الذي يعطي الحياة بأمر الله، وأنت الذي تهب دون أن تسأل وبأمر الله.
وأنت الذي يعطي دون إذن أو أذى. فحمدا لله يا نيل مصر، يا من تنبع من السماء والأرض، يا من تروي المراعي وتروي معها الحياة. ابقوا معنا فالنيل ما زال يروي ولنا يروي. جنة الحور